خلاص انتصرت قرعة ليفربول على قرعة مانشستر سيتي. إرن سلوت بيرد على كل اللي شككوا فيه، وبيرد على كل اللي قالوا ان هو البداية القوية ليه كانت عشان ما لعبش فرق كبيرة وبيغلب ريال مدريد ومانشستر سيتي في اسبوع واحد، والفريقين 2-0 بكلين شيت بأداء جميل وفوز مستحق في الماتشين. كلامنا النهارده هيكون على ماتش مانشستر سيتي وليفربول، وهنتكلم برضو على فوز تشيلسي وفوز مانشستر يونايتد. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك، ويلا بينا نبدا. طبعا مفيش حد ينكر ان احنا النهارده افتقدنا يورجن كلوب وافتقدنا الماتش المعتاد بتاع مانشستر سيتي وليفربول، اللي هو الماتش اللي احنا ما بنقدرش ناخد نفسنا فيه طول ال 90 دقيقه، سواء هجمه هنا وهجمه هنا. افتقدنا ده النهارده جدا. ايرن سلوت الشوط الاول كان ماسك الكوره حلو جدا، حارم الكوره من مانشستر سيتي جدا، راح بكور كتير قوي قوي. مانشستر سيتي في الشوط الاول شايط كوره واحده مقابل 10 كور لليفربول، فالشوط الاول كان اكتساح لليفربول، الفرقه ضيعت كتير جدا. فان دايك الشوط الاول مضيع تقريبا كورتين، جاكبو ضيع، لعيبه كتير قوي ضيعت. فالشوط الاول بصراحه ليفربول كان مكتسح. الشوط الثاني بقى ليفربول ما قدرش يلعب بنفس النسق، ساب الكره لمانشستر سيتي، بقى هو اللي بيلعب ورا الكره، وتقريبا كان معظم اللعب على المرتدات. مانشستر سيتي مسك كرة فعلا، بس لا مش زي ليفربول خالص. الشوط الاول مانشستر سيتي ما قدرش يصنع تقريبا فرص قويه او فرص كبيره للتسجيل، كلها كور عشوائيه وكور تقريبا مانشستر سيتي ما بقالوش خطوره غير مع نزول دوكو وسافيو في الدقيقه تقريبا 60 65 حاجه كده، وما اعرفش هم ليه ما بداوش اصلا، وجوارديولا عليه علامات استفهام في الحته دي بالذات. غير كده لا بالعكس، ليفربول هو اللي كان اخطر الشوط الثاني، مع انه ما كانش بيمسك كوره، هو كان كل اعتماده بس على المرتدات. صلاح راح وضيع، دياز راح وضيع، جاكبو راح وضيع، كلهم راحوا، بس ما كانش فيه توفيق للثلاث لعيبه تقريبا. فبصراحه ايرن سلوت في ظل ان هو لسه لاعب ماتش قصاد ريال مدريد يوم الاربعاء، وان هو لسه هيلعب ماتش تاني يوم الاربعاء الجاي، يعني تقريبا في 10 ايام 3 ماتشات، لا فهو لعب الماتش كويس جدا. الشوط الاول نزل جاب جون بدري بدري، عارف يهاجم كويس. الشوط الاول راح بكور كتير وكان ممكن يخلص اصلا الماتش من الشوط الاول. الشوط الثاني نزل العب لي بقى، سيب الكره للسيتي وارجعوا لي احنا ورا هندافع ونلعب على المرتدات اللي هي الليفر متميز فيها جدا، ونجح فعلا في ده، ونجح ان هو يكسب. اخطر كور مانشستر سيتي تقريبا الشوط الثاني كانت هي كوره غلطه من فان دايك. فان دايك رجعها كده بمرقعه شويه الكيلر، راحت لدي بروين، بس دي بروين ما اتصرفش فيها كويس. بس تقريبا هو ده ملخص السيتي في الماتش كله. السيتي ما راحش، يعني انا مش فاكر ولا كوره السيتي راح بيها كنا نقول يا نهار ابيض هجمه، غير مثلا الليفر. لا احنا شفنا فان دايك بيضيع 3 كور، شفنا صلاح بيضيع، شفنا جاكبو بيضيع، لا شفنا كور كتير. وطبعا خناقه برناردو سيلفا وصلاح كالعاده، صلاح كاله كده في كوره سبعايه كده، برناردو سيلفا مطوحه بالنص وقام قاعد يضحك له، وصلاح هو اللي كان متنرفز. فبرضه دي من عادات ماتش ليفربول ومانشستر سيتي، ان احنا كل ماتش لازم نلاقي الخناقه دي. ونيجي بقى لصلاح. صلاح يا جماعه الاسيست الاولاني ده، صلاح اسطوري بقى اسطوري في مساله الصناعه. الاسيست ده هو اصلا احتفل بيه، يعني في صوره كده ظهرت لصلاح وهو بيحتفل بالاسيست، لانه اسيست بصراحه روعه بالنسبه لي في وقت عالمي، ضرب بيه دفاعات السيتي كلهم، حط الكره قصاد جاكبو بيقول له يلا انت والجون. وبالاسيست والجون اللي صلاح جابه النهارده ده بيعادل رقم روني، ان هو وروني هم اكتر 2 لعيبه قدروا ان هم يسجلوا ويصنعوا في نفس الماتش في تاريخ الدوري الانجليزي كله ب 36 مره. يعني صلاح دلوقتي بقى متعادل هو وروني، مره كمان صلاح ينفرد بالرقم ده، هو اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي سجل وصنع في نفس الماتش. فصلاح كالعاده ارقام مرعبه، قدر ان هو يسجل الهدف ال11 ليه النهارده، 7 اسيستات، 18 مساهمه في الدوري، هو الاعلى، بيقرب من ايرلينج هالاند بجون واحد بس، بيقرب من ساكا تقريبا باسيستين. ساكا عمل اسيستين امبارح، فصلاح النهارده عمل اسيست، فبيقرب واحده واحده من ساكا، بيقرب واحده واحده من هالاند، هو الاكثر مساهمه في الدوري كله في الاسيستات والصناعه. فصلاح ماتش كالعاده قصاد الكبار، وحتى لو صلاح ضيع كوره لا هو عارف ان هو يفضل مدخل نفسه جوه الماتش، وصنع فرصه لارنولد برده حلوه قوي، وجاب ضربه الجزاء، قدر ان هو يدخل ويجيبها ويكون في تركيزه بعد اللي ضيعه قصاد الريال. لا فصلاح حتى لو بيضيع في اول الماتش احنا عارفين ان هو في اخر الماتش هيعمل حاجه، وده اللي حصل فعلا. فايرن سلوت ادار الماتش بعبقريه بصراحه، وايرن سلوت من المدربين القليلين اللي من اول موسم ليه نلاقيه عمل طفره في الفريق بالشكل ده. ايرن سلوت من اول الموسم ما خسرش غير قصاد نوتنجهام بس، ولا تعادل ولا هزيمه تاني. فايرن سلوت بدا عبقريه، عارف ان هو يحجم جوارديولا ويحجم مانشستر سيتي كويس. هو مانشستر سيتي مش افضل حاجه، بس احنا عارفين ان الماتشات دي ما بيبقاش ليها حسابات. هو اخر حاجه بقى اتكلم عليها جوارديولا باين ان هو مضغوط وان هو اتعصب في اخر الماتش لما جماهير ليفربول كانت بتغني له ستتم اقالتك في الصباح، وهو قام مشاور لهم كده رقم 6 اللي هو يعني واخد 6 دوري.
فبان ان جوارديولا كمان هو مضغوط من اللي بيحصل ده، وطبعا هو كده كده ما معهوش دكه قويه، ما معهوش بديل لرودري، ما معهوش بديل لهالاند اللي النهارده احنا تقريبا نسينا ان هو كان بيلعب. ما اعتقدش ان هو لمس الكوره 7 8 مرات على بعض في الماتش كله. هالاند كارثه بصراحه، لو ما بيتصنع له فرص هو كارثه. وبس كده جوارديولا بيستمر في الخساره والهزايم وعدم الفوز للماتش السابع على التوالي في الدوري، وإيرن سلوت مكمل في انطلاقته العبقريه. نخش بقى على ماتشين تشيلسي ومانشستر يونايتد سريعا بس كده وخلاص. تشيلسي نزل الماتش، كوكوريا رفع عرضيه حلوه جدا، جاكسون فنشها كويس جدا، وجاكسون السنه دي بيجي له كور كتير، بيضيع بس بيجيب. جاكسون السنه دي في تطور عن السنه اللي فاتت. كايسيدو عمل ماتش عظيم، وكايسيدو مش واخد حقه خالص يا جماعه. اللي بيتفرج على ماتشات تشيلسي هيعرف فعلا ان الراجل ده بيعمل اداءات عظيمه مع تشيلسي. بالمر جاب جون عالمي بصراحه، هو ما كانش ظاهر. بالمر بقاله 3 4 ماتشات مش هو بالمر بتاع السنه اللي فاتت، بس برضه نفس فكره صلاح، هو حتى لو ما كانش ظاهر هو عمل جون وجاب اسيست. ماريسكا اخيرا اقتنع ان مدويكي ده ما ينفعش يلعب على سانشو او نيتو، ونزل بتشكيله حلوه قوي هجوميا، وهي ان نيتو كان على اليمين، بالمر تحت المهاجم، جاكسون مهاجم، سانشو شمال، ودي التوليفه الاحسن لتشيلسي في رايي. وفعلا اللعيب هجوميا الفرقه كانت كويسه جدا، كانوا بيضغطوا استون فيلا بدري قوي وعملوا عليهم جيم حلو جدا. الضحك بتاع ايميليانو مارتينيز اللي ما شافش الماتش، باو توريس كان في كوره كده بالمر شاطها، ايميليانو جه يمسكها وقعت منه، فرايح تاني يمسكها، قام باو توريس لمسها لمسه كده، وايميليانو مسكها برضه، فباو توريس وايميليانو عملوا ضحك، اللي هي الفاول اللي بيبقى من جوه ال 18، الفاول الغير مباشر، بس بالمر ضيعها. غير كده مفيش كلام كتير عن الماتش. واتكنز ضيع كوره والماتش 1-0، كان ممكن تبقى 1-1 غلطه فوفانا، بس فوفانا عمل ماتش كويس وطلع مصفي الدقيقه 59، مش محظوظ خالص. فوز مهم الماريسكا بيكملوا بيه في سلسله انتصاراتهم واداءاتهم الكويسه. ومانشستر يونايتد ينتصر مع اموريم في اول ماتش على الاولد ترافورد برباعيه، اداء يعني مش احسن حاجه بس اداء كويس، ما كناش بنشوف اصلا مع تين هاج الكلام ده. فكره ان هو حاطط زيريسكي تحت المهاجم دي، يعني اللي هيشوف التشكيله يفتكر ان زيريسكي، او اللي ما شافش الماتش كان هيفتكر ان زيريسكي مهاجم صريح. لا، هو راشفورد برده هو اللي مهاجم صريح، زيريسكي هو اللي بيبقى تحت المهاجم، وكان عاملها كويس جدا بصراحه. راشفورد بيكتشف نفسه مع اموريم، جايب جونين الماتش ده، الماتش اللي فات في الدوري جاب جون برده. مانشستر يونايتد عمل ماتش كويس جدا، كسب ايفرتون 4. تقريبا الخساره الوحيده لاموريم ان هو هيروح لارسنال الماتش الجاي من غير كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز، الاثنين خدوا انذارات، الاثنين هيتوقفوا الماتش الجاي. غير كده ماتش كله مكاسب. الفرقه لسه ما قدمتش احسن اداءات او اللي عايزه اموريم بالظبط، وهو ده اللي طلع قاله في المؤتمر، ان الماتش النهارده ما كانش احسن حاجه بالنسبه له، بس تمام ما دام انت بتحاول تعمل افكارك وفي نفس الوقت بتكسب، حتى لو الاداء لسه ما تحسنش بس تمام انت بتكسب، الفوز ده هو اللي هيمشي لك الفرقه وهو اللي هيسكت الجماهير. واخر حاجه عايز اتكلم عليها حته برونو، بحس ان التشكيله دي مش خادمه برونو خالص. برونو في حته ال3 4 3 دي هو مش لاقي نفسه، لانه تقريبا معظم الوقت متطرف، حتى لو عمل اسيستين، هو الاسيستين كره ركنيه، والكره الثانيه ديالو هو اللي عمل فيها كل حاجه. فديالو هنتكلم عنه برضو بعد برونو، بس برونو ديالو قطع الكوره في الجون الثاني اللي هو الاسيست الثاني ده، واداها لبرونو، برونو اداها لزيريسكي والجون فاضي. فالاسيستين دول ما يغركوش خالص. برونو مقدم ماتش مش احسن حاجه، مش لاقي نفسه في حته الجناح دي خالص. واخر حاجه بقى خالص، عماد ديالو يا جماعه في حته الطلات 4-3 زي ما قلنا ان برونو مش لاقي نفسه، لا، عماد ديالو هو نجم الخطه دي بصراحه، ولاقي نفسه جدا في التشكيله دي، الخطوره كلها من ناحيته، وممكن نعتبره ان هو نجم المباراه على الرغم ان هو ما جابش جوان، هو عمل اسيستين، زيليسكي جاب جونين، راشفورد جاب جونين، بس هو عمل ماتش جميل جدا، هو اللي ضاغط في الجون الثاني بتاع زيليسكي اللي اسيست برونو، هو اللي ضغط في الجون الثالث، هو اللي في الجون الرابع برده نفس الكلام، ضاغط بياخد الكوره سريع جدا في المرتدات، بيفيد مانشستر يونايتد حلو جدا. فعماد برضو لازم نشيد بيه في منظومه اموريم وفي خطه ال3 4-3 دي. وبس كده، انتصار لإيرن سلوت مهم جدا، بيبعدوا بالصداره اكتر واكتر. انتصار لاموريم مهم جدا في اول ماتشات الاولد ترافورد، ونفس الكلام ماريسكا انتصار بيقربوا اكتر واكتر من التوب فور. وخلينا بقى كده نقول ترتيب جدول الدوري بعد نهايه الجوله. ليفربول في الصداره ب 34 نقطه، ارسنال في المركز الثاني 25، نفس الكلام تشيلسي 25 في المركز الثالث، برايتون والسيتي بعد خساره السيتي النهارده اثنين في المركز الرابع والخامس ب 23 نقطه، نوتنجهام فورست في المركز السادس ب 22 نقطه، توتنهام وبرينفورد السابع والثامن ب 20 نقطه بعد تعادل توتنهام المخيب جدا النهارده. في النهايه مانشستر يونايتد في المركز التاسع ب 19 نقطه، وبيقرب واحده واحده مع اموريم من التوب فور. وبس ده كان كلامنا النهارده عن الحد الممتاز. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، عايزين نوصل للقناه 1000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه.
سلام.